الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي علي رضا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الاقتراح، وصفات بسيطه وسهله دائما في متناول الجميع. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وندوزو نقولوا على بركه الله ونصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكيف ما العادة دائما المقادير والطريقة في نفس الوقت على بركة الله. وكيف ما العادة كما عودتكم كنقي الدجاج بالرنج وبالحامض وسكينجبير. اليوم راني درت له غير الحامض وسكينجبير والملحه، وكنرقدوه حتى كيترقد مزيان. عاد كندوز نغسلو. هنا كنغسلو 2 المرات حتى كما كيبقى فيه والو. كندوز باش نصوب التوابل ديالو، التخليطه اللي غادي نشرملو بها. هنا راني درت واحد الياغورت مسوس، ودرت الخرقوم، سكينجبير، البزار، الملحه، قعقله وبسبيسه، درت واحد 2 معالق ديال الموتارد، وفصوص ديال الثوم، واحد 3 الفصوص ديال الثوم ولا 4. حكيتهم بهاد الحكاكه. شويه ديال الملحه راه قلتها، والسودانيه يعني ماشي السودانيه، يعني الهريسه الحار. هاد الحار كاين يعطيه واحد المذاق زوين بهاد التوابل. هاد الياغورت والموتارد كنخليهم يرقدوا في هاد المكونات مزيان. هاد التتبيله هادي كتعطي لها الدجاج واحد المذاق زوين، وكنخليهم يرتاحوا دائما. كيف ما تنقول كنبيتهم، كنصايبهم في الليل بحال هكا الا كنت عواله، وكنخليهم يباتوا في الثلاجه حتى لغد ليه. هنا كنرطب الشعريه الصينيه، انا رطبتها هنا بالماء طايب. نزلت واحد شويه ديال الحامض مصير، وصافي كندوز كنصوب التخليطه اللي غادي نعمر بها الدجاج: الزيتون، الشعريه، الربيع، الخرقوم، البزار، سكينجبير، قعقله وسبيسه، الهريسه، الزيتون مقطع، وهذوك الكبيدات اللي سلقت وقطعتهم حتى هما درتهم في هاد الحشوه اللي غادي نعمر بها الدجاج. خلطتها مزيان، فرقتها على 3 لان كنقدروا نهزو غير الشعريه وتيبقاو تقطعات بزاف لتحت. كنفرق هذيك الحشوه على 3 على قد الدجاج اللي عندي غادي نعمر، باش كل واحد كياخذ الحق ديالو. صافي هنا كنعمر داك الدجاج على هذه الطريقه. وسبق لي حطيت فيديوهات كثيره على هذه الطريقه ديال الدجاج والتعمار ديال الدجاج والطياب ديال الدجاج في الفران. المهم تنشارك معكم هاد العشيوه هادي. كنربط هذيك الجلدات بداك الكيردون، حتى كنعمرهم كاملين نفس الطريقه. هنا ربطتهم بداك العويد باش ما كيتحلوش. حتى كيطيبوا كنحيدوا دوك العويدات. هكا بيتهم حتى للصباح معمرين، درتهم في الثلاجه حتى للصباح، عاد رديتهم في الفران.
انا كنخدم بيديا هكاك بلا صباعيات واخا الخرقوم، باش كنعرف بانني خدمت. ملي كنخدموا بيدينا كنعرفوا شنو درنا، ماشي بحال الصباعيات ما كنعرفش بهم بزاف. صافي هنا كناخذ الطبق اللي غادي ندخل به الفران، اللي غادي ندخلهم به الثلاجه، كنغطيهم. وكنخليهم يباتوا. هنا رديتهم في هاد اللاطه اللي غادي ندخل الفران، وغطيتهم تما. شاط لي واحد شويه الشعريه ديال العماره، درتها في واحد البلاستيك غذائي، وغطيتهم بالبابي كويسون، زدت عليهم بابي الومنيوم. وكما العاده كنحط هذيك اللاطه كندير فيها شويه ديال الماء، وكنشعل عليهم في الفران، وكنخليهم كياخذوا حتى ليك ساعتين هكاك حتى كيطيبوا على خاطرهم. ما كنطلش عليهم كاع حتى كتكمل الوقت. ملي كنجبدهم تلقاهم بداو كيتحمروا. هنا الخضيره اللي غادي نرافق بها هاد الدجاج، عندي البطاطا، عندي اللوبيا، عندي خيزو. هنا راه خرجت الدجاج، راه طايب. غادي ندهنو باش يتحمر، كندهنو بالزبده والمطارد وشويه ديال الهريسه ولا شويه ديال التحميره باش كيعطي داك اللون. هنا سلقت ديك الخضيره وصوطيتها في الربيع والثومه والزيت البلديه، وهي اللي رافقت بها هاد الدجاج، هاد الخضيره هادي، وزينت بالزيتون. وعندي هذا زعلوك حتى هو راه شحال من مره حطيت الرابط ديالو، دوزت الفيديو ديالو. شويه ديال البطاطا مقليه، وهذا الشيوه ديالنا كافيه. حنا غير عائله ماشي ضيافه زعما، غير حنا بالعائله ديالنا، بالبنت ديالي اللي جات من برا، ودرنا هاد العشيوه هادي كاملين تجمعنا عليها. كان نرافق بها ديك الهريسه، كاين اللي تيبغي ديك الهريسه يدوز بها. وهاد لاصوص هادي راه كنصايبها راسي. هذيك لاصوص غادي نحط المكونات ديالها، كتجي غزاله، كنرافقوا بها هكا المشويات، كتجي زوينه رائعه. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ونقول لكم السلام عليكم، نخليكم على خير.